بسم الله الرحمن الرحيم وبنا نستعين. اخواتي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معلش انا عارف ان انا مقصر في الفيديوهات والله العظيم وكده. معلش بس والله مشاكل وكعبله والحمد لله على كل شيء يعني. انا طبعا النهارده انا مش طالع اتكلم في الكوره خالص. يعني انا الكوره ان شاء الله في فيديو بكره هطلع اتكلم على احمد شوبير واللي قاله وبتاع وحوار يعني كفيريرا والكلام ده. لكن انا طالع اتكلم على حادثه واحد حبيبي يعني قالها لي. انا حتى الان مش متخيل من امبارح الموضوع ده بجد ولا لغايه لما لا هو بجد، انا اتاكدت ان هو بجد. بس الناس دي ايه او الناس دي ازاي او الناس دي في ايه؟ الموضوع كالاتي يا سيدي. معايا واحد صاحبي حبيبي قوي بكلمه، يعني في تواصل دايم ما بيني وما بينه، يعني اخ ليه. الراجل ده منين؟ الراجل ده يا باشا من سيدي باشا. ماشي، مش هقول اسماء طبعا، هو راجل اخ ليا وتمام التمام. ايه اللي حصل يا عم؟ بيقول لك كان فيه المفروض في العمارة بتاعتهم فرح، يعني دخلة خلاص، يعني عريس بيتجوز وبتاع والمهم إن النهارده يوم دخلته. تمام. فالمهم اهل العريس والعروسه بيجهزوا الشقه خلاص قبلها بكام يوم وبتاع والكلام ده، وخلاص الراجل فرحه ودخلته خلاص النهارده بالليل، النهارده بالليل الفرح وكده. طيب، على الساعة يا باشا كده 9:30، لقوا عريس واحد لابس بدلة وعروسة وبيتعاركوا والدنيا وبتاع والدنيا بايظة. في ايه يا جماعة؟ ايه ده العريس والعروسة هما لحقوا؟ ده النهاردة فرحهم والنهاردة دخلتهم والنهاردة دنيتهم ازاي وبتاع. المهم بدأ الصوت يعلى، بدأ الأهالي ده أبو ده وأبو دي يمسكوا في بعض ويشتموا في بعض والموضوع كبر. وواحد قال له، راح أبو العروسة قال له لا بنتي ما تنفعكمش. واحد قال له وأنا ابني ما ياخدش واحدة زي بنتك. المهم إيه، نزلوا العفش. الناس يا عم يهديكوا يرجيكوا، الجيران بتوع العمارة قال لهم لا احنا خلاص احنا نهينا الموضوع واحنا ما ينفعش ايه نكملوا في الموضوع ده خلاص. تمام يا عم. لدرجة نزلوا العفش لدرجة إن الناس سكان العمارة بقوا يساعدوهم إن هم إيه ينزلوا العفش عشان يخلصوا الموضوع. فضلوا حاجة جربوا، جابوا عربيتين نص نقل وبتاع والكلام ده. نزلوا العفش كله صف، يعني خلوا الشقة خلاص، يعني الفرح باظ كده. الشقة كلها بقت على الأرض. ماشي. الكلام ده كان الساعة كام قلت لكم؟ كان في حدود الساعة 9 9 ونص الكلام ده. الساعة 12 أهالي العمارة لقوا في سفة في الشارع. ايه يا عم في ايه؟ الناس دي مجانين ولا ايه؟ الناس دي راجعوا لبعض ولا ايه؟ لقوا العريس والعروسه تاني طالع، عريس وعروسه غير اللي هما كانوا بيتعاركوا طالعين وداخلين شقتهم. ما لقوش حاجه في الشقه. زي ما بكلمكم. ايه ده يا عم؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انا العريس ودي العروسه ودي شقتنا والنهارده دخلتنا. قالوا له امال مين اللي كان من شويه؟ قالوا له شويه ايه؟ اتضح ايه يا باشا؟ اتضح ان العريس ده على خلاف مع واحد صاحبه. واحد صاحبه ده اجر واحده وراح جايب شويه من صحابه التانيين وعملوا الفيلم. عرف ان صاحبه هيتجوز النهارده والشقه هتبقى فاضيه، وطبعا هو مكلف الشقه بقى دخلته النهارده. وعارف ان الشقه هتبقى فاضيه لان القاعه هتخلص 12 12 ونص مش عارف ايه. فطا هو الساعة 9 لغاية الساعة 10 كان مخلص الشغل ومنزل العفش ومنزل الدنيا. جه العريس الأصلي هو ومراته داخلين شقتهم، ما لقوش أي حاجة في الشقة، ده حتى الشاشة ما لقوهاش. أنا حتى الآن مستغرب إزاي إيه ده؟ دي يعني إزاي؟ أنا قلب ممكن يجي له يعمل كلام زي ده؟ أنا امبارح مذهول. هو يعني هو بيحكي لي، بقول له كل شويه اقول له انت بتتكلم بجد؟ يقول لي يا ابني والله بكلمك جد. يعني عريس وعروسه، مش عريس وعروسه. قال لي ايوه مأجرها وجايبها ومأجر الناس واللي نزلوا العفش متأجرين وكل ده متأجر. ونزلوا العفش كله ومحدش يعرف راحوا فين. قلت له طب العريس والعروسه الاصلي؟ قال لي مفيش عريس وعروسه اصلي، جم لقوا الشقه فاضيه ناموا على الارض. فانا مستغرب. انا بجد قلت لازم اطلع اتكلم عشان اشوف في تعليقاتكم. طب الناس دي ازاي؟ يعني انا اتمنى لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس يا جماعه. اتمنى تعليق تقولوا لي الناس دي بتفكر ازاي وازاي جت الفكره دي في دماغكم. انا مستغرب والله العظيم. والله بجد 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 انا من امبارح انا مش مصدق اللي انا سمعته حتى الان والله العظيم. فحاجه اقسم بالله احنا شعب ما لهوش كتالوج. تخيل واحد يأجر عروسه ويأجر معازيم ويعمل عركه اونطه عشان ينزل عفش عريس اللي هو صاحبه
ونزله ومشاه ويجي عريس صاحبه يطلع عشان ليلة الدخلة ما يلاقيش حاجة في الشقة. حاجة فوق الخيال. أنا يا جماعة اتشرفت بيكم. بكرة إن شاء الله ميعادنا مع شوبير عشان أشطبه كويس بأمرك يا رب بأمر الله. شكرا، السلام عليكم.